لابتوب وشغل على الصبح كده؟ ايه شو بدي اعمل؟ اقفل اللابتوب وتعالى اقعد ما معايا. فيني ما بقدر، عندي شغل بدي صلحه ولازم ابعته اليوم ميل ضروري. عشان خاطري يا بيبي شوي صغيرين. لارا عندي شغل شايفة؟ في شغل يعني واضح بالنسبة لك؟ انت ايه؟ رجعت تنفصم تاني كالعادة؟ ما انفصمت بس عم اقول لك من اول مرة عندي شغل، خلص فهمي علي. عندي شغل، في شغل شايفة؟ طب اوكي اهدى خلاص انا اسفة. انت اذا ما بيمر يومك بتسألي في 100 سؤال ما بيمشي الحال. انا اسفة خلاص. في ايه؟ شو هذا اللي لابستيه؟ قميص. إيه ليش لابستيه يعني؟ انا ما عنديش لبس هنا لقيته فوق فلبسته. إيه روحي اشلحيه. ليه يعني؟ روحي اشلحيه. ايوه ليه ماله؟ من كل لبسي ما لقيتي غير هذا القميص تلبسيه؟ هو القميص ده فيه حاجة ولا ايه ماله؟ لأنه هذا القميص مو لإلي، قميص لرفيقي ونسيانه هون عندي. وأنا ما بحبك شوفك لابسة شيء لحدا تاني. غار. يا سلام، هو ده اللي خلاك تغار يعني دلوقتي القميص؟ روحي اشلحيه. طب ايه المشكلة حتى لو لصاحبك؟ روحي اشلحيه! طيب مش مستاهلة للدرجات دي على فكرة. الو، ايه عاملين؟ فوتوشوت؟ شو؟ كيف يعني ما فيك تقلي شو هو سر؟ ايه اليوم ما عندي شيء بس المفروض نجتمع كرمال نحضر الكونسبت وكل هول القصص قبل. مسيو بدك ياني احضر لحالي وصور بلا كونسبت وبلا ما اعرف مين بدي صور، سوري ما عم بفهم عليك. ايه بس انه هيدي شغله ما بتصير هيك. مسيو القصه مش قصه مصاري ابدا، بس على القليله بدي احكي مع الكرو شوف اذا فاضيين ما عندهم شيء ثاني يعملوه. لوحدي؟ لا حضرتك مش فاهم القصه مش هيك بتصير. انا بدي اضاءه معي وفي 100 شغله ومساعدين، بقى ما بتزبط هيك ما بيمشي الحال. مسيو انا فهمان عليك، الشخصيه اللي بدك تصورها هي شخصيه مشهوره وما بدك حدا يعرف فيها، بس لحالي ما بقدر. اوكي اذا بدك خلص نجتمع اليوم. ممكن تعطيني العنوان؟ لحظه بس بليز. ايه فاضل هيك بنجتمع وبنحضر كل شيء على رواق. وين؟ اوكي. اي ساعه؟ اوكي. الاسم بليز. مجنون رسمي هيدا. ناقصني. الله يعطيك العافية يا معلم الياس. الله يعافيك. الله يطولنا بعمرك يا رب. أنا عن جد أنت إنسان عظيم، أنت كلك عطاء، أنت قدوة، وعن جد الشركة بلاك ما كانت بتمشي أبدا. صدقني يا معلم الياس مثل ما أنا عم بقول لك، عن جد أنت بلاك ما بتمشي الشركة. أنت بتتخيل شركة طويلة عريضة بأمها وأبوها يعني، وما في مين ينظفها، حيلا شركة مش بس شركتنا، شو بيصير فيها؟ بياكلها الجي، بياكلها الوسخ. ما تسألني بشغلتك يا معلم الياس، انت اهم واحد بالشركه، والكل لازم يعملوا لك حساب ويضربوا لك سلام كمان، واولهم انا. شو مبين بعد ما طلعتي على مكتبك؟ اول شي بقولوا بونجور،
تاني شي بعد في دقيقتين ونص ليبلش الدوام. تالت شي ساعة البدي أنا بطلع على مكتبي، وساعة البدي بنزل من مكتبي. مش ناطرة وحدة منك تقلي اطلعي وانزلي. ايه معك حق. لك ما معقول يا هيدي ولو شو مأنسحة. وين كنا لنرجع لحديثنا؟ ايه أهميتك بعطائك، بس ما تسكت لحدا. وهيدي المأنسحة اللي فاتت بدي اياك تراقب لي اياها منيح، مش كرمال شي يعني، بس كل واحد لازم يعرف حجمه بهاي الشركة. مزبوط، بعرف انه احيانا بعصب وبيطلع خلقي بسرعه وما بعرف شو ممكن اعمل، بس انت بتعرفي تمام انه انا قلبي طيب وبرضى بسرعه. والله بترضى بسرعه؟ ها؟ ده على اساس ان انت اللي زعلان يعني؟ معاك حق، المفروض انت اللي تزعل فعلا، عشان انا مشيتك امبارح وانت جايب لي بيتزا وجاي، وقعدت اتخانق معاك دلوقتي على حاجات تافهه وملهاش اي معنى. ولا تحب كمان اجي اصالحك واتحايل عليك تسامحني؟ لارا، ما انت قلتي لي رح تتحمليني؟ قلت لك هستحملك لو انت بتحبني، ودي بقى بصراحه انا مش متاكده منها. وانا صرت 100 مره قايل لك اني انا بحبك بطريقتي. وانا نفسي اعرف ايه هي طريقتك دي، ايه ستايلها يعني؟ قلت لك انا حدا معقد وصعب انك تتحمليني، بس انت ما عم تردي. والله صح، عشان كده انا هرد دلوقتي حالا. لارا طيب خلص بعتذر منك، حقك علي، ما بكفي؟ لا مش كفايه يا رجا. طب ما تروحي انت وهيك. اتاخرت على شغلي والله، وطبعا انت مش محتاج حد يعرفك ان الشغل ده اهم حاجه في الدنيا، مش كده؟ استني 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 استني، قلت لك انا بعتذر. لو سمحتي طولي بالك علي، حقك علي. بتدق لمدير الانتاج وبتخليه يجي لعندي على الساعه 12. ايه ما انا امبارح اتصلت فيه ما رد علي، قامت مرته اتصلت فيي. يا عمي بدي افهم مرته شو خاصه في مجال تسكتي وتخليني كفيه؟ بتدق لمدير الانتاج وبتخليه يجي لعندي على الساعه 12 لانه على الساعه 1 جاي المخرج وبدهم يروحوا يشوفوا اللوكيشنز. كمان بتدق للوردروب بتخليها تحكي مع الممثلين، مع كل الممثلين وتاخذوا قياساتهم. اوكي بس شو رقمها هيدي تبع الوردروب؟ لك انا بدي اعطيك رقمك هات. خلص انا هلا باخده متعصب، باخده من جلبار. دقي للارت دايركتور خليه يحكي مع المخرج وينسق معه. كمان دقي للمدير الانتاج خليه يحكي مع الكيترينج، وبتدقي للدي او بي خليه يحضر الكرو، والموتور خليهم يشيكوا على الموتور. كمان خلي الفيرست اي دي يحكي مع المين اكترز. خلص صار فيك تفلي. استاذ كميل، نعم يعني من بعد اذنك لو سمحت، يعني لو في ازعاج عمال معروف ممكن ترجع تعيد لي اياهم، لانه ما عرفت مين بمين، مين في قصدي يعني مين بده يتصل بمين، ما لحقت. خلص ما تعتل هم، هلا بقراهم على مالي، ولو ما انا كاتبتهم معقوله ما اعرف خطي؟ بالاذن استاذ. يا عالتنبلة، قومي ميرا، قومي صار وصل جلبار. مين جلبار؟ شو مين جلبار؟ اللي جاي يصلح الساتلايت، جلبار الشاب الحلو الطويل. ليليان مش ليلة، بكرة الصبح بدي نام. لا ميرا بشرفك، أنا عندي اجتماع، عندي اجتماع شغل كتير مهم. وما تسأليني لا كيف ولا مع مين ولا ليش، لأنه بصراحة ما بعرف شيء. حكيوني بدهم ياني صور سيلبرتي، وحتى ما قالوا لي شو اسمها، وبدون ما احضر كونسبت، ولا بدهم يكون معي حدا من الكرو، لا إضاءة ولا بلوطة ولا شيء أبدا، بدهم ياني يكون لحالي. بقى مضطرة أروح هلا على الاجتماع. يلا باي. دقيقة لحظة ليكي، أنا امبارح حضرت هيك فيلم، يطلعوا عاملين لها كمين للبطلة بالآخر وبيقتلوها بعد ما يغتصبوها. اوعى تروحي. أنت لازم تخففي تحضري هول الديفيديز. يلا باي. لين لك لين ما تقولي ما نصحتك. بلا مخ بدي ضلني راكدة قولي ما حاول لين.
تفضلي. طب على الاقل اضحك عليا وجيبها لي ورده حمراء. ما عجبتك يعني؟ بس اللي بعرفه انه الوردة الصفراء لها معنى كتير كبير. والله؟ ويا ترى ايه هو بقى المعنى ده؟ ما بعرف ومش مهم، بس هي بتضل وردة شو ما كان لونها، احمر، اصفر، ابيض، صح؟ صح، معاك حق. يا بختي بيها والله. سعدك زعلانة؟ ازعل ازاي؟ ده انت تعبت نفسك وجبت لي ورده صفرا. بس حلوه والله، كفايه انها منك. وين صرنا بالمونتاج؟ هو انت على طول كده قلبتها شغل؟ ما انت بتعرفي انه نحن ملحوقين بالوقت. انا اسف. هلا رجعي لورا. خطيني من الاول. شو يا جilberto ماشي الحال؟ يلا شي 5 دقايق بس. بدك لك نص ساعة بتقلي 5 دقايق، نص ساعة جilberto. في مشكلة وإن شاء الله بتنحل. إيلين، انا وصلت على مطرح الميتينج، بس صراحه ماني مطمنه لا للمطرح ولا للشخص اللي اتصل. شو يعني؟ شو يعني؟ شو بعرفني؟ المنطقه كانها مهجوره، يعني حتى البيت مهجور. إيه ليك إيلين، بلا هالميتينج، بلا هرجعي لهون بشرفك. حبيبتي فت وخلصت. اسمعي، بعد 10 دقائق جربي دقيقة، إذا ما رديت عليكي بتفوتي على أوضتي، تحت المخدة حاطة ورقة كاتبة علي عنوان أنا وين. أوكي؟ يلا باي. لين، ليك يا لين ما تسكري. ماشي الحال، والصورة مثل مري، بدك شي بعد؟ لا، ايه ليك، خليك شوي لأنه بعد بدي حاسبك وضيفك قهوة، لأنه معقول يعوزك بشغلة صغيرة بعد 10 دقايق. أنا
ريم بطلة القصة اللي أنا بكتبها. جابها البطل على البيت المهجور وقدم لها الوردة دي بالذات، وردتها المفضلة. اتفضلي. بس التوليب مش وردتي المفضلة. بسيطة، نغيرها في القصة. ومن بعد ما يقدم لها الوردة شو بصير؟ بيدق تليفونها. بالإذن. اوكي. ايه ميرا، لا حبيبتي الميتينج ما طلع مع مجرم وقتال قتله. لا طمني بالك. يلا بحكيكي بعدين. باي. مجرم وقتل قتلة؟ على فكرة أنت بتتفرجي على أفلام رعب كتير؟ مش أنا، رفيقتي ميرا. يا ريت تقولي لها بقى تبطل تتفرج على أفلام رعب وترى لها قصة رواية، أعتقد كده هيبقى أفضل. لي بالقصص المناطق هيك المقطوعة والبيوت المهجورة ما بيخوفوا؟ في القصص بتاعتي؟ لا. هي أنت شو بتكتب؟ حاجة بسيطة. لا خلص استني، هاي اللقطة ما بدي اياها كلها. اشيلها كلها؟ شيليها كلها. اوكي. رجعي لورا. كمان شوي. اوكي. على الكلوز بس، خلص اقفلي على الكلوز وريحي. اوكي. انا لازم امشي، عندي موعد مع كميل. بدك شيء؟ حبيبي شوفك بالليل. هاي لينا. هاي. ايه بنحكي. نحكي اوكي. باي معي. ايه يلا باي. باي. شفتي؟ شفتي ازاي بيتحول فجأة وينفصم؟ ده هو اللي جايلي وجايب لي وردة صفرة، واقول له هشوفك بالليل يقول لي نحكي. يعني ايه اللي هو بيعمله ده؟ لو فاهم حاجة فهميني. حبيبتي إذا أنت ما عم تفهم علي أنا بدي أفهم. يا لولو يا حبيبتي يا عيون ولك، ركزي معي شوي. اذا بدك اياه يرجع يحكيكي بتعملي مثل ما انا عم بقول لك، فاهمه؟ هلا صحيح انه انا ما عندي علاقات كثير برجال، بس عندي خبره وبعرف منيح كيف الوحده لازم تتصرف. هاي كاتيا. اهلا 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 استاذ، كيفك؟ شو اخبارك؟ صار لي زمان ما شفتك. وانا كمان اشتقت لك. انا كمان كثير. شو تليفون شغل ولا؟ لا شو اسمه، معجب كتار وما بينهزوا يعني، ما عم ايه الله يكترهم الله يكترهم. استاذ كميل جوا؟ نعم تفضل جوا. طيب يلا ثانك يو. اهلا. كملي تليفونك. ايه لولو بعدين برجع بحكيكي. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. ثانك يو قلبي. ميرسي. هلا انت اللي عملت كل هذا الشيء؟ أكذب عليكي لو قلت لك أنا اللي عامله، مش أنا. مين لكن؟ بطل القصة. وكيف حد بطل القصة بهالبيت المهجور؟ عن طريق الصدفة. تشيرز.
بصراحة أنا كذبت عليك. عارف. التوليب وردتك المفضلة. كيف عرفت؟ لأن دي أكتر وردة حساسة وأكتر وردة محتاجة عناية زيك بالظبط. أنت بتخوف. في أسطورة تركية بتقول إن في أمير اسمه فرحات انغرم بجارية من الجاريات بتاعته، كان اسمها شيرين، كان بيحبها جدا. لما جاله خبر موتها ما قدرش يتحمل، قرر إنه ينتحر. أخذ الحصان بتاعه وفضل يجري ما بين الجبال والوديان وينط من مكان للتاني لحد ما مات. المكان اللي هو مات فيه نزل الدم بتاعه، طلع في نفس المكان وردة، وردة التوليب. من وقتها أطلقوا عليها وردة الحب المثالي، The Perfect Love. هذه الخبرية مظبوطة ولا أنت اخترعتها هلأ؟ لا لا إطلاقا. لو مش مصدقاني ممكن تتأكدي من الإنترنت. وأنت بتفهم بكل ورود؟ إجمالا ما بقدرش أهدي حد وردة إلا ما أكون عارف معناها، لأن كل إنسان له وردته. شكلك هادي ورود كتير بحياتك. أكيد، بس أول مرة في حياتي أهدي التوليب. الشغل اللي انا عايزاه. ما هتعب. ليلى، سيلفي ناطرتك بالمحاسبه. فيني افهم شو واقفه عم تعملي هون؟ المكتب الاستاذ كميل. رجا انت بتقولي ايه؟ مش فاهمه حاجه. ولك يا عمي رجا عند الاستاذ كميل بالمكتب. هو يعني؟ كيف ايه يعني؟ رجا حبيب القلب. ايه حبيب القلب دي؟ قصدك ايه يعني؟ خلص بقى ولوش حركت علي انا على حركتك يا لارا. ما انا بعرف انه في شيء بينك وبينه. وانت عرفتي منين؟ شو هالسؤال هيدا اللي بتسأليه؟ معنا الدبانة إذا مرقت مليون مرة بقول لك بعرف ليش مرقت وقطعت. كيف تسأل هالسؤال؟ وإن شاء الله بقى قلتي لحد ولا إيه؟ أعوذ بالله. والهاو؟ لا أكيد لا، ما قلت لحدا. كاتيا، عشان خاطري أنا صاحبتك وحبيبتك، ها؟ ده سر بيني وبينك أنا وأنتي بس، مش عايزة حد يعرف. ما بحبش لت في الشركة، ما بحبش كده خالص. يا عمي ما تخافي، ولو سرك ببين حتى إيدك وإجرك ما يمسحها. يا خوفي، يا خوفي من البير بتاعك ده، يا خوفي. امسكي. معلم الياس، يعطيك ألف عافية. الله يعافيك. بتتذكر هيدي الخبرية اللي خبرتك إياها من كم يوم؟ أي خبرية؟ خبرياتك كتار، حدد أي وحدة. هيدي الخبرية تبعيت لارا ورجا. ايه هيدي هي الخبرية. بدي اياك انك تنسيها بالمرة، تشيلها من راسك نهائيا، تعمل لها ديليت وبلوك. عرفت كيف؟ لا والله ما عرفت. قولك هيدا البيت له أصحاب؟ أكيد طبعا له أصحاب. يعني معقولة هلأ يجوا ويشوفونا هون؟ أكيد مش هيجوا. لو كانوا عايزين يجوا كانوا جم من زمان شافوه، بالهم سايبينه كده مهجور. غريب، غريب مطرح هالقد حلو ينهمل بهالطريقة. ودي مشكلة الناس كلها في العالم كله، يعملوا المستحيل عشان يوصلوا لحاجة، وبعد ما تبقى ملكهم خلاص ما تبقى لهاش أي قيمة، يهجروها ويتركوها، ما يفكروش حتى يبصوا عليها في يوم من الأيام. مظبوط. حتى العلاقات بتنهجر زي البيت ده بالظبط. بتوصف الأشياء بطريقة خاصة وغريبة. شغلتي كاتب، أجيب الكلمات وأركبها على طريقتي. خبرني أكثر عن القصة اللي عم تكتبها.
ما قلت لك بكتب قصتك. ومين قال لك انه انا بدي تنكتب قصتي؟ في حد يكره انه ينكتب قصه حياته؟ ليش لا؟ لان بطبيعه الانسان يحب ان هو يقلد. بس انا بالذات ما بحب قصتي تتخلد، بدي شي وانساها. واضح ان قصتك قصه. هيك شي. طب ما تحكي لي. انت اكيد بدك تعرف قصتي. اكيد. ما بعتقد رح تحب اللي حتسمعه. قربيني. إذا بدك. اوكي. سجل عندك اول نوت. انا مرة مجوزة. ومطلقة. لك هيدا إذا أنا تأخرت عليه بفل. عنده مشكلة مع الساعة. أنا بس بدي أسألك، هذا وين عايش يعني؟ ما له عايش بلبنان؟ يعني ما بيعرف إن الناس كلياتها بتتأخر بتصير إنه الواحد يتأخر، حادث على الطريق، أي مشكلة يا سيدي، شو نحن أولاد صغار؟ طيب احكيه واعتذر منه، تنحل القصة. كمان بدك يعني دق له اعتذر منه؟ لا ما راح أحكي وما راح أعتذر من حدا. يعني عم تحكي عن نائل كأنك أحسن، ما هيك عم تعمل أضرب منه. أنا ما حبيت طريقته، ما حبيت كيف راح قال له لبلال قال له يحترم مواعيده، حسيته وقح. هلا نحن شو بهمنا إذا وقح ولا مهذب؟ نحن كل يلي بهمنا الفيلم. إذا ما تنزل لي عن القصة لا أنا في أعمل الفيلم ولا حضرتك فيك تخرجه. تفضل احكيه واتفقوا على موعد تاني، وتأكد توصل على الوقت هالمرة. لنشوف. لا مش لنشوف، بدي اياك تقعد انت وياه بكره وتشتغلوا على سكريبت. انا ما عاد عندي وقت وبدي بلش تصوير عن قريب. اوكي؟ قلت لك ما رح تحب اللي رح تسمعه. انا مش عارف ليه بتحكي عن الطلاق وكأنه حاجه عيب. لأنه بمجتمعنا عيب. بس انا لا انتمي للمجتمع اللي بيفرق بين راجل وست ومتجوز ومطلق وابيض واسود. انا بعيد خالص عن الجو ده. لكن ليه حسيتك انصدمت؟ بالعكس انا ما انصدمتش ان انت مطلقه. انا انصدمت ان في راجل في يوم من الايام يكون عنده زوجه زيك ويفرط فيها بالسهوله دي. انت قلتها. أكترية الناس بس تتملك الأشياء اللي بدها إياها بتبطل تعني لها. عندك حق. طب قولي لي انت ولا هو؟ هو. قد ايه بقيتوا مع بعض؟ حبينا بعض 5 سنين وتجوزنا 2 سنين. بقالكوا قد ايه متطلقين؟ 2 سنين. لسه بيعني لك؟ يمكن. عايز ترجعي له؟ ما بعرف. لا اصلا هذا الاحتمال مش وارد. مش وارد عندك ولا عنده؟ عنده. انا بشكرك على صراحتك. اوكي عشان نغير الموضوع. اكيد. ما قلت لك كيف جبت رقمي؟ لا دي مصادري الخاصة ولا يمكن أقول لك عليها. طيب لكن خبرني عنك شوي ولا كمان ما فيك؟ لا لا حابة تعرفي إيه؟
كل شيء. نائل رشيد حرب، مواليد 68، أعزب، كاتب روائي. السجل العدلي لا حكم عليه، يعني مش قتل قتلة. طلع مش هين هالنائل. مش انه دقلك انه الو كيفك سافا فيني اسمك على الغداء، لا درسها ملعون على الاخر. ما تقولي الا كاتب. بتعرفي شو؟ حبيت طريقته كتير عن جد، بعطيك الضوء الاخضر. وبالي لك رجا والبكي والقهر والعذاب. لا عن جد عن جد انا حبيته. خلاص بسمح لك. تأسمح لحالي بالاول. لحظه شو يعني؟ ما بدك تعطي فرصه؟ لك مش هيك، انا ما بدي فوت باي علاقه، وبعدني انا ما طلعت من الباتشينو. والله العظيم صرت حفظتها لهالجمله. الكن سنتين مطلقين، ليش بعدك ناطرتي؟ انا مش ناطرته، ناطره حالي. بدي انا انسيتها اقدر اظهر مع حدا تاني. لين حبيبتي، الك سنتين وما قدرتي تنسيه. قدرتي؟ لا. تيتي كيف ما رحتي لعند رجا بك يعني جيتي. لين انت بحاجه لحدا يطلعك من رجا، وما بتصور في حدا احسن من نائل يقوم بهالمهمه. عن جد الزلمه بعقد. بعد ما شفنا خيره من شره. بلا شفنا خيره وما بتصور رح نشوف شره. الزلمه عن جد مبين عليه ادمه. انت وين شفتيه؟ شفته. كيف شفتيه؟ وين؟ بعيونك اللي عم بيشرقط وتشرقط كل ما تحكي عنه. خير شو بالراس نفور قلب بوزه هلا؟ عم فكر بحظ العاطل. الله يرحمك يا ستي. عن جد كنت تقلي هيدا المثل، الله بيعطي قدامي ليلي ما عنده دراس. ولي حدا بيصير له انه شخص مثل نائل يعمل له اللي عم بيعملك اياه الليله وبتقول عن حظ عاطل؟ طيب شو تركتي لغيرك؟ شو تركتي للاشخاص اللي مثلي اللي ما عم بيلاقوا حدا يحبون ولا يحبوه؟ انت ما رح تسكتي الليله ايه؟ شو بال على راديو صاير معك شيء؟ ايه بال على راديو واضح. لين انت خيفانه. من شو؟ هيك لشوف صرتي محلله نفسيه كمان. انت خيفانه تنغرمي بنائل وتنسي رجا، لانه انت ما بدك تنسي لها الباتشينو. ولا وانت من اهل الخير اذا فيك خير. هاي بيبي، ازيك؟ طب شيل مني، ساعدني شوية يعني. شو جايبك؟ جايبه لك كل حاجة في الدنيا. يعني اللي بيشوفك جايبه كل هالاغراض بيقول ان انا ما عندي شيء وما في شيء بالبراد. ده على اساس ان في شيء كتير قوي بالبراد. برادك فاضي يا حبيبي، ما فيهوش اي حاجة. انا جبت لك كل حاجة. جبت لك
جبنه ولبنه ومربى وتونه، كل حاجه برافو ممكن عليك. تحتاجها. حتى فرشاية اسنان والشامبو مالك نسيانتيهم. لا حبيبي، هات دول مش بتوعك انت، دول بتوعي انا. يعني اشمعنى جايبه كل هالاغراض الي ومستثنيه فرشاية الاسنان والشامبو؟ بدك تاخديهم على بيتك؟ لا مش هاخدهم على بيتي، دول اللي هنا، حطهم جوه دلوقتي. اوكي. بيبي بص كده يا حبيبي، دي فرشة سنان وده شامبو. شايفهم. مش قسيمة جواز يعني، ما تخافش. بيسلم عليك يا وليد. مين وليد؟ مين وليد؟ بطل القصة. بطل القصة. ما حبيت الاسم. ما حبيت الاسم. بسيطة، نغيره. تحب نسميه ايه؟ بسيطة، نغيره. تحب نسميه ايه؟ نائل. نائل.